يلا بينا نقول بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. تعالوا بقى كده نسمي الله ونخش كده على المطبخ. ليه بقى؟ عشان خاطر نحاول هنعمل شوية حاجات يسهلوا معانا في الحر اللي احنا فيه ده يا جماعة. وكمان خدنا الاجازة وكلنا كده بقينا قاعدين في البيت مكسلين ومأنتخين. يبقى نعمل ايه؟ نحاول نعمل وجبات او نعمل حاجات تسهل علينا الفطار. ودي اهم حاجه بجد ان انتوا تعملوا شويه حاجات يسهلوا عليكم الفطار، لان في الوقت الحالي اللي احنا فيه بقت وجبه الفطار مكلفه جدا بجد يا جماعه. مليت حله وحطيتها على النار، سبتها تغلي، وكنت ناقعه الفول معايا من قبلها بيوم، من بالليل يعني. حطيتها على النار وحطيت عليها جزرايه وبصلايه وقرن فلفل وليمونه كده بقشرها ومعلقتين زيت، وايه اللهم صل على سيدنا محمد، ومعلقتين وكمان معلقتين رز ومعلقتين عدس، وغطيت عليهم وسبتهم بقى على نار هاديه. جبت كمان معايا كيلو بصل، وقلت هعمل شويه صلصه يكونوا جاهزين معايا في التلاجة، عشان خاطر لو اي حاجه حابه اعملها في اي وقت تكون معايا الصلصه جاهزه ومعموله. يعني حبيت اعمل مكرونه تكون الصلصه معايا جاهزه، يا دوب ان انا افكها. حبيت اطبخ خضار اي حاجه تكون الصلصه ايه جاهزه معايا. وجبت وكمان الطماطم كانت جاهزه معايا يعني مفرومه ومتصلصه في الفريزر. فطلعتها وحطيتها على النار، سبتها اتسبكت براحتها. في نفس الوقت كنت عجنه الفطير اللي انا نزلته فيديو مخصص لوحده، طريقة الفطير بالظبط نزلتها في فيديو مخصص لوحدها. طريقة سهلة جدا وطريقة بصراحة جميلة ولذيذة وما تحسوش بيها. طيب انا هنا عجنت الفطير، وفي نفس الوقت كده الصلصة على النار والفول على النار الناحية التانية. هبدأ بقى اعمل الفطير. قلت انا هعمل مكرونة النهاردة سادة كده من غير بانيه ومن غير اي حاجة. عملتها وعملت جنبيها باذنجان مخلل وفلفل. كانت اكلة لذيذة وجميلة. قلت بقى هعجن الفطار، الكلام ده كان اخر النهار. قلت بقى هعمل حاجة كده تنفع للفطار، وفي نفس الوقت اللي مش حابب ياكل مكرونة يعمل ايه؟ ياكل فطير. اللي مش حابب المكرونة ياكل فطير، واللي مش حابب الفطير ياكل ايه؟ مكرونة سهلة. طيب بعد ما عملت المكرونة وعملت البتنجان، قلت بقى ايه؟ اروق كده واكمل فرد الفطير. طبعا العجينة كانت استريحت بالشكل ده. جبت السمنة وقلت ان انا هبدأ اعمل الفطير عشان خاطر ينفع معايا للفطار تاني يوم. نحاول نعمل يا جماعة حاجات كده من اول الشهر. الحقوا نفسيكوا وابدأوا اعملوا حاجات اقتصادية، حاجات في البيت توفر معاكوا. والله لو ما عملتوا كده هيجي عليكوا 20 في الشهر مش هيكون فاضل حاجة من المصروف، ولو جه يوم 20 كمان. نلحق نفسينا من اول الشهر. اللهم صل على سيدنا محمد. تعالوا بقى كده نشوف الفطير برمناه. وكده في نفس الوقت ده كمان كنت مشغلة الميكروويف، وكان فيه فطيرة كنت حاطة فيه اول فطيرة عملتها. قلت عبال ما اخلص كده خلي كله يعمل ورا يشتغل ورا بعضيه سوريان، عشان انا مهنجة من الحر. انا قاعدة في الدور الاخراني ومهيبرة على الاخر، في اي كلمة بقى تطلع كده ولا كده عدوها، عشان انا قاعدة على اخري وانا بسجل الفيديو ده من كتر الحر. شجعوني بقى كده ودوسوا لايك لو وصلتوا معايا لحد هنا، وشوفوا الفطير الجامد ده. جنبي بقى عسل، جبنة قديمة، هينفع في العشاء في الغدا في الفطار، والله ما بيقول لا. كمان الفول قلت انا هعمله كده من اول الشهر عشان يخاطر ينفع معانا في يوم مثلا حابين تمشوه كده هيمشي، مش هيقول حاجة. تعملوا عجة الفول بالبيض وتدخلوها الفرن طاجن كده حلو. تعملوها وتدخلوها يكون احلى غدا معاكم صدقوني. حاولوا تمشوا حالكم من اول الشهر كده، ما تسيبوش نفسيكوا عشان خاطر تيجوا كده على اخر الشهر تلاقوا نفسكم مفرفرين على الاخر والميزانية بايظة. شوفوا بقى كده الفطير كان جميل، وصدقوني كان تاني يوم كان طري. بس الفطير بعد ما تطلعوه من الفرن ويهدى كده ويبرد، حطيه في كيس واربطي عليه، وشكرا على كده هيفضل معاكي تاني يوم طري وزي الفل. كده بقى الفول على النار موطية عليه، وكمان الصلصة موطية عليها. وخلاص خلصت الفطير هنا كده. كنت خلصت الفطير وقلت اخش كده على اوضة الولاد اخلصها واعملها. كان بصراحة بعد الامتحانات قلبينها قلب طين بصراحة. غيرت الملايات، كانت طايرة اصلا الملايات من مكانها مش موجودة. شلت البطاطين عشان خاطر اغسلها. ما رحتش لتحت السراير لحد دلوقتي. انا نفضت المراتب والسرير كويس قوي، وقلت هغير حافظات المراتب نفسها، شلتها وغسلتها وفرشتها نظيفة وغيرت المراتب.
الملايات. بقول لكم هايبره والله. غيرت بقى الملايات وقلت كده عشان خاطر يكون الاوضه شكلها حلو وهادي شويه، بس والله تحت السراير بتاعتها مقلوبه قلبه طين. بس انا قلت بصراحه كده هحاول ان انا امطوح شويه كده يعني، امطوح شويه حلوه، امطوح شويه لحد ايه قرب العيد كده، يعني قبل ما نخش على الصيام كده ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. عايزه امسك انضف تحت السراير بصراحه، واشيل بقى اي حاجه تحتيه، ويعني اي حاجه مش عايزاها ارميها، وانضف تحت السراير وخلاص على كده. وكمان هغسل البطاطين وابسترها كويس، لان قعدت اول بطانيه كنت ماسكاها في ايدي دي حطيتها جيت رمياها في البانيو على طول. حبيت اخلص بقى من القضيان اللي عليا بصراحه، لما بتتكاون بيكون دمها تقيل. كده جيت عند السرير، فرشت اول سرير زي ما شفتوا معايا، وجيت عند السرير التاني وقلت بقى هخلص، والفول على النار والتسبيكه. التسبيكه كده يا جماعه زي ما انتوا شفتوا خلصت معايا، لانها كانت الطماطم متسبكه اساسا، ما كملتش حاجه على البوتاجاز. والفطير تمام كده خلص معايا برضو. اللهم صل على سيدنا محمد. هغير بقى وش الحافظه بتاعه المرتبه التانية، لان الفول مطول معانا، فنشتغل كده جنب الحاجه اللي هي شغاله معانا. ليه بقى حبيت ان انا اعمل صلصه بزياده؟ يعني انا طلعت 3 اكياس صلصه من التلاجة من الفريزر وقلت هعملهم. تاني يوم جيت حبيت ان انا اعمل رز، هعمل غدا عادي، لان النهارده انا عامله يعني عملت غدا عادي طبعا. فتاني يوم قلت هطبخ بقى، يلا نطبخ بقى مش مشكله. طلعت الفراخ كانت مغسوله سهله كده وجميله، مفيش وقت في المطبخ بصراحه. طلعت ايه كمان يا جماعه؟ نقعت فاصوليا بيضة وجيت مطلعة، وجيت سويتها طبعا، وطلعتها على طلعت كيس الصلصة وحطيته عليها، كانت جاهزة بتوابله ببصل وبحاله، وحطيت معاه معلقة توم عشان تنفع لحاجات كتيرة.